مظاهرات تجري حاليا في عدة أحياء بالعاصمة الجزائر، وخاصة ساحة الشهداء وبلكور وباب جراح وباب الواد واسطوالي، كما شهدت كل من مدينتي جلفة بالجنوب ونفس الوضع، وسمع إطلاق رصاص كثيف من قبل قوات الشرطة حسب المصادر ذاتها. وكانت مدينة وهران غرب البلاد قد شهدت مظاهرة عنيفة احتجاجا على تردي الأوضاع الاجتماعية وغلاء الأسعار المفاجئ. وأضافت المصادر ذاتها أن مقر بلدية وهران ومنشآت حكومية تعرضت للرشق بالحجارة. معنا من الجزائر الكاتب الصحفي فيصل مطاوي. سيد فيصل، ما الذي يجري؟ ما هي الأخبار المؤكدة إلى حد الآن؟ نعم، كل ما ورد على لسانك يا حبيب مؤكد، والآن زالت الأمور متردية، خاصة في حي باب الواد وحي شعبي واقع في غرب الجزائر العاصمة. الشباب الآن يكسر بعض المحلات، كذلك فقرات لبعض الشركات، وكذلك حرق السيارات. والغريب أن في حي باب الواد مثلا الشرطة لا تتدخل وحي حزب سوق الجزائر العاصمة، ويبدو أن الوضع كذلك ما زال متردي في حي بلكور وحي شعبي آخر في شرقي العاصمة. الصباح كانت هناك كذلك أعمال شغب في مدينة وهران، وبالأمس كان كذلك أعمال أخرى غرب العاصمة في تيفازا. والسبب كما قلت يا الحبيب هو الناس ولأول مرة تندد بغلاء الفاحش للأسعار الذي بدأ منذ بداية السنة في الجزائر. يعني ما هي الأسباب الحقيقية؟ هل هي هذه الارتفاعات المفاجئة في الأسعار، أم أن هناك ربما تراكمات قديمة؟ هناك تراكمات قديمة ما حدث في تونس وصل إلى الجزائر، ولكن كل هذه الاحتجاجات بالسابق كانت الناس تحتاج على المساكن، على الماء، ولكن غلاء المعيشة صحيح أن هناك غلاء وهناك القدرة الشرائية الجزائر متدهورة، ولكن هناك كذلك يا حبيب جو سياسي مشحون في الجزائر. هناك رئيس بوتفليقة يقال أنه مريض وهو غائب عن الساحة السياسية. هناك وزير أول كذلك غائب والذي هدد هذا لا يجب أن تخرج إلى الشارع ويمنع عليكم الخروج. هناك انغلاق في الحريات السياسية، امور كثيره هكذا، لان هناك حديث في الجزائر العاصمه عن نهايه عهد بوتفليقه، وممكن كل هذا الاحتجاج السياسي ومرتبط الاحتجاج الاجتماعي مرتبط بتراكمات سياسيه كذلك. اشكرك فيصل مطاوي، صحفي من الجزائر.